اللي عاوز يربي نفسه واللي عاوز يجاهد. بص يا جماعه عشان برضه يعني عاوزين نفهم اللعبه هنا دلوقتي، عشان نفهم بس القصه دايره ازاي. انت دلوقتي في معركه وبقى عندك كذا عدو، وعندك الشيطان وعندك الدنيا بملذاتها وشهواتها وعندك النفس. فالنفس دي اللي انت في معركه معها، يجي رمضان يقويك على نفسك. ركزوا في اللي هقوله ده الله يكرمكم، كلام خطير جدا. يقويك على نفسك ازاي؟ بحاجات كتير مش وقتها نتكلم فيها، بس المهم انت بتقوى على نفسك. واحده من الحاجات دي انك بتقهرها بالايه؟ بمنع الشهوه. اللي هو انت بتحب الاكل مش واكل، بتحب الشرب مش شاربه، بتحب الشبع مش هتشوف الشبع 30 يوم. احنا كده بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنقهر العدو. ليه بنقهر العدو؟ علشان لما تيجي تقعد بقى مع النفس بعد رمضان على طاوله المفاوضات، انت الكسبان، فانت اللي هتمضي شروطك. تخيل كده جيشين، جيش مهزوم وجيش كسبان. فجي الجيش المهزوم قال لك ايه؟ ما احنا محتاجين نعمل مفاوضات. الجيش الكسبان يقول له روح العب بعيد. مفاوضات ايه؟ روح العب بعيد. ايه اللي يجبر الجيش الكسبان يقعد على طاوله المفاوضات؟ مفيش حاجه تجبره، مش كده؟ فايه اللي يجبر نفسك انها تسمع كلامك بعد رمضان؟ يعني تقول لها ايتها النفس عاوزين بقى ايه؟ نتقي الله وعاوزين ما نبصش في الحرام. وتقول لك ايه؟ امشي العب بعيد. هي راكبه ومدلدله تسمع لك ليه ان شاء الله؟ طب احنا عاوزين نطلع من رمضان ده عاملين ايه؟ عاوزين نطلع قد كسرنا تلك النفس وزاد انبساطنا عليها. انبساط يعني مش الزقططه، انت يعني بقيت انت المنبسط، انت اللي مادت ايه؟ مادت سلطانك على تلك النفس. طيب ده هيحصل ازاي؟ زي ما قلنا بحاجات منها ان تمنعها الشهوه، يبقى بتربيها انها تصبر عن الشهوه. طيب تخيل كده حضرتك لما يجي بالنهار تقوم نايم طول النهار، صحيح انت مش واكل اهو وممكن تبقى مش متسحر كويس، ولو قمت هتجوع فتقوم نايم. في المده دي مين اللي كسبان؟ ولا مين؟ انت ولا نفسك؟ نفسك اللي هو ايه؟ جوعت، طب نفسك هتتخمد حاضر انا الاثنين، تقوم داخل نايم. طب ليه النفس بتدعوك لذلك؟ عشان مش عاوزك تحس بالجوع. انت بقى سأشعرك بذلك، اصحي، مفيش نوم. هو ده سهل ولا صعب؟ لا صعب. مجاهده النفس مش حاجه سهله، وعشان كده اتسمت ايه؟ مجاهده. هي شيء صعب، صعب، ما قلناش انه سهل، بس مهم جدا، ضروري جدا، لانها لو هي اللي بقت الزمام في ايديها هتوديك نار. يعني طول ما هي اللي سايقه راكبه وسايقه، اعرف انها بتوجهك سكه النار. ليه بتوجهك سكه النار؟ يعني هي عاوزه تاذيك؟ لا، هي مش عاوزه تاذيك، بس هو في حاجه كده ربنا خلقها، ان حفت النار بالايه؟ بالشهوات. والنفس عاوزه ايه؟ شهوات. فهي مش مودياك النار عشان هي يعني مزاجها في النار، هي مودياك النار لان النار حفت بالشهوات ونفسك تحب الشهوات، فهي مودياك للشهوه. هي دي المعركه بقى اللي دايره، دي معركه داخليه كده. ها، نفس تريد الشهوه ولا تنظر في العاقبه، وعقل ينظر في العواقب. فده جند وده جند، الجند الاقوى يغلب.